سلام حبيباتي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة تاع لي سوفلي. من اليوم ما راحش تستغناي عليها. هيا ندوزو للمقادير. بالنسبة للعجينة عندنا 500 غرام فارينة اللي هي رطل، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز. نخلطوا كامل النواشف مع بعض بالمغرفة. بعدها نديروا حفرة هكا في الوسط ونجيبوا بيضة نضيفوها. هنايا الزيت درنا 4 مغارف كبار. هاي ليكم وريتها لكم. نضيفوا تاني مغرفة صغيرة ملح و4 مغارف كبار حليب، لازم يكون دافي باش الخميرة تتفاعل. ليمو هكا كيما راكم تشوفوا. ندخلوا هادوك كاع المكونات في الفارينة. بعدها نجيبوا كاس ماء دافي، بصح ما نديروش كامل، نبداو نديرو غير بشويه حتى وين تتلاي منا العجينه. وماذا بيكم خلوها طريه شويه دوك تشوفوا كيفاه. شوفوا هنا الماء كيفاش راني نزيد فيه تدريجيا ونعجنو بيدينا مليح هكذا. شوفوا كيفاش راني نزيد في الماء غير بالعقل ونعجنو. واكيد كي تتلايم لازم نعجنوها حوالي 5 دقائق حتى وين تطرى. شوفوا هنا كيفاش تحصلت على عجينه طريه وملساء. وهنا نغطوها بالبابي فيم ونخلوها ترتاح وتخمر حتى يضاعف حجمها. هنا نروحوا للحشو تاعنا. جبت الفلفل هاني قطعته كما راكم تشوفوني. كما انا جبت هذا الفلفل، كما نتوما تقدروا تجيبوا فلفل هذاك الاخضر عادي. هنا جبت المقله تاعنا نديروا فيها زيت سخن. وهنا جبت بصله هاني قطعتها كما راكم تشوفوا هكذا. نخلوها تتقلى حتى وين تدبال كامل. نزيدوا داك الفلفل اللي كنا قطعناه من قبل. درنا ملعقه صغيره تاع ملح ودرنا ملعقه صغيره عكري وزدنا شويه طماطم مصبره. ما تنسوش الماء، ديروا غير شويه ماشي ما تكتروش بزاف في الحشو تاعنا. ديروا غير قيس شويه فنجان هكذاك وخلوها تدبال مليح بهذاك الماء هذاك، وغطوها باش تطلق هذيك لا فابور، تطلق هذاك الماء تاعها. ومن بعد خلوها تشرب كاع هذاك الماء اللي درناه. ومن بعد مور ما طيب نخلوها تبرد شويه باش ما تقطعناش العجينه تاعنا. هنا مور ما خمرت العجينه تاعنا نجو نشكلوها كويرات. انا جاوني كويرات 9. نتوما ماذا بيكم ديروهم شويه صغار. ديروهم في سنيوه وغطوهم بما بيد راكم تخدموا بالحبه. هاوليكم الحشو تاعي. انايا هنايا كان عندي شويه دجاج راني زدته مع الحشو هذاك. عندي تاني فروماج غابي وهنا عندي زيتون مقطع وزيد جبت هنايا الفرماج فوندو. حشو اختياري وانتوما كيما حبيتو ديروا، كل وحده واش عندها. شوفوا هنا راني جيت حليت الحبه قدامكم، راني نحلها بالحلال ونرقوها مليح مليح. شوفوا هنايا بعدك نجيبوا الفرماج هذاك فوندو نطلوها مليح من الفوق كما راكم تشوفوني. وبعد نزيدوا نجيبوا هذاك الفلفل تاعنا نزيدوا نديروه. وبعد نزيدوا نديروا هذاك الزيتون وموراها نزيدوا فروماج غابي. وبعد نبداو نغلقوا العجينه تاعنا. شوفوا كيفاش راني نفصل فيها. وهنا ماذا بيكم تغلقوها كامل في الاطراف بيديكم باش ما تنحلكمش في الفور. وهنا بعد ما غلقناها جبنا صفار البيض دهناهم بهم من الفوق. وللتزيين كل واحد من اختياره. انا درت شويه جلجلان، اللي حب يدير السانوج وشويه زيتون. ندخلهم في الفرن على درجه الحراره 200. وهنا مور ما يطيبوا من التحت نشعلوا لهم من الفوق حتى يحمروا ونجبدوهم. هذه هي الوصفه تاع اليوم. شوفوا هنا جبت لكم حبه هاني قسمتها معاكم. شوفوا كيفاش جا، الله يبارك ما شاء الله. جا طراوه والبنه واش نقول لكم. وشوفوا شحال طريري. شوفوا كيفاش جا الداخل فارغ وماشي معجن كاع. ما تنسوش تجربوه وخلوا لي آراءكم وديروا لي جيم ابوني. سلام.